في مصر الخمسينات والستينات كان في صوت مختلف، مش مطرب ولا سياسي، لكن شاعر اسمه صلاح جاهين. الرجل اللي عرف يكتب عن الحلم الكبير وفي نفس الوقت يكتب عن هموم البسيط اللي ما بيلاقيش عيش يكفيه. جاهين اتولد سنة 1930 في شبرا، وبدأ حياته محامي زي والده، لكن قلبه كان متعلق بالشعر والرسم. من أول شبابه دخل الصحافة ورسم كاريكاتير، وده فتح له باب إنه يبقى صوت ساخر عميق ومختلف. لكن اللي عمله صلاح جاهين ما كانش بس شعر ساخر، هو اللي قدم للمصريين الأغنية الوطنية بشكل جديد. لما قامت ثورة يوليو 1952 لقى نفسه في قلب الحلم، حلم الحرية والاستقلال والعدالة. كتب إحنا الشعب اللي غناها عبد الحليم حافظ، وكتب صورة، وكتب والله زمان يا سلاحي اللي بقت النشيد الوطني لمصر سنين طويلة. ومع عبد الحليم حافظ عمل ثنائية فنية مش هتتكرر، كلمات جاهين وألحان كمال الطويل أو بليغ حمدي وصوت العندليب. أغاني كانت بتحرك الملايين وتهز القلوب في الميادين وتفتح أبواب الأمل قدام شعب كامل. لكن صلاح جاهين ما كانش شاعر السياسة بس، كان كمان شاعر الإنسان. هو اللي كتب الأوبريتات الشعبية اللي خلتنا نحب التراث من جديد، زي الليلة الكبيرة بألحان سيد مكاوي اللي لحد النهاردة بتتغنى زي لوحة فنية كاملة عن مصر الشعبية. أما الرباعيات بتاعته فدي عالم لوحده، 4 سطور صغيرة لكن فيها فلسفة عميقة، سؤال عن الوجود، حيرة عن معنى الحياة. كان بيكتب عجبي، وكلمة عجبي دي كانت مفتاح تضحكك، تبكيك، تخليك تفكر، وتخليك تعترف إنك مهما فهمت الحياة أكبر من أي تفسير. لكن صلاح جاهين ما كانش طول الوقت صوت الحلم. في سنة 1967 بعد هزيمة يونيو انكسر زي الملايين. الرجل اللي كان بيغني للانتصار لقى نفسه بيكتب شعر عن الهزيمة والخذلان. الابتسامة اللي كان بيخبي وراها وجعه ما قدرتش تداري الإحباط اللي أكل قلبه. مع ذلك ما سكتش، كمل يكتب، كمل يرسم، وكمل يغني للناس حتى وهو موجوع. جاهين كان شخصية مليانة تناقضات، فرح وحزن، أمل ويأس، ثورة وانكسار، وده سر عبقريته، لأنه ما كانش شاعر برج عاجي، كان شاعر الشارع، شاعر القلب. رحل سنة 1986 وهو عنده 56 سنة بس، لكن زي ما قال أصدقائه صلاح جاهين ما ماتش. صلاح جاهين بقى فينا، في كلماته، في أغانيه، في رسوماته، في ضحكته اللي لسه بتسكن كل حتة في مصر. صلاح جاهين صوت الحلم الكبير وصوت الحزن الأعمق، الرجل اللي علمنا إن الشعر مش بس كلمات، الشعر ممكن يبقى سلاح، يبقى ضحكة، يبقى دمعة، ويبقى حياة.